عمرك قابلت شخص وقلت ازاي ده مش واخد باله من الصفة دي في نفسه، او حسيت ان في حاجات فيك الناس شايفاها وانت لأ؟ هنا بتيجي نافذة جوهري ويندو. ده نموذج نفسي بيشرح علاقتنا بنفسنا وبالآخرين من خلال 4 مربعات أو 4 مناطق في ذواتنا. أول حاجة المنطقة المفتوحة، حاجات انت عارفها عن نفسك والناس كمان شايفاها، زي شخصيتك، طريقتك في الكلام، اسلوبك في الشغل. بعد كده المنطقة العمياء، حاجات الناس شايفاها فيك وانت مش واخد بالك منها، زي نبرة صوتك، عصبيتك، جاذبيتك، أو حتى قوة شخصيتك. بعد كده المنطقة المخفية، حاجات انت عارفها عن نفسك بس مخبيها، مشاعرك، مخاوفك، تجارب محدش يعرفها، يعني خصوصياتك. بعد كده المنطقة المجهولة، حاجات لا انت عارفها ولا الناس عارفاها، زي مواهب أو ردود أفعال بتظهر في مواقف جديدة. كل ما بتكبر المنطقة المفتوحة كل ما بتكون أوضح لنفسك، أصدق مع غيرك، أقل توتر وأكثر ثقة. وده بيحصل لما بتسمع الفيدباك، بتعبر عن نفسك وبتشوف تجارب جديدة. الوعي مش إنك تبقى إنسان كامل، الوعي إنك تبقى شايف نفسك في المتقدم.